السلام عليكم، معاكم هالة حجازي من قناة حلو حادق. احنا النهاردة هنعمل كيكة ماربل. عايزة اقول لكم الكيكة دي تحفة جدا جدا، رائعة، هشة ولذيذة وجميلة جدا، وكمان مكوناتها بسيطة وسريعة، ما بتاخدش وقت خالص، بتبقى تحفة وشكلها حلو جدا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناة. يلا بينا نبدأ بسم الله. معانا 3 كوبايات دقيق، ومعانا كوبايتين سكر، ومعانا كوباية زيت، وكمان كوباية لبن، واربع بيضات، وفانيليا، وخل، معلقة خل، وبيكنج باودر، ومعلقتين كبار كاكاو خام. وهنا اختياري معايا 50 جرام زبدة. انا بستخدم الزبدة البلدي الصفرا، بتديها طعم حلو قوي، وده اختياري، لو عايزة تحطيها مش عاوزة خلاص. معايا كمان نص معلقة ملح صغيرة، وهنبتدي نشتغل. لو ما عندكيش مضرب البيض ممكن قوي تشتغلي بالخلاط، هتبقى برضو تحفة وجميلة جدا. خلاص، هحط الملح والبيكنج باودر على الدقيق، وهنبتدي نحط المكونات السايلة في الميكسر في مضرب البيض. هنحط كده البيض في البولة، وهنحط عليه الفانيليا والخل، معلقة خل. طبعا انا عشان ضامنه البيض اللي انا جايباه كويس، فانا ما اختبرتوش في بولة صغيرة، لكن انتي لو خايفة من البيض ممكن تختبريه الاول في بولة، يعني تحطي بيضة في قلب البولة قبل ما تحطيه مع المكونات بتاعتك. هحط بقى الخل مع البيض والفانيليا واضربهم كويس، وبعد كده هحط السكر، هيتضرب كويس لغاية اما يقرب يدوب كده. طبعا انا مش بشتغل بحرص قوي مع الكيكة ديت لان فيها زيت. هحط بقى كوباية الزيت اهيت واسيبها تتضرب كويس. الكيكة الاسفنجية بنبقى بنشتغل فيها بحرص، اما الكيكة ديت فلا، احنا بنشتغل فيها عادي جدا. بنحط المكونات السايلة مكون مكون، ونضرب كويس جدا. طبعا انا مشغلة الفرن قبل ما اشتغل على درجة حرارة 180 لغاية اما اخلص كل الكيكة، الشغل بتاعها يعني يكون الفرن سخن، وطبعا الزبدة تكون بحرارة الغرفة علشان تدوب بسرعة. خلاص انا كده ضربت المكونات السايلة كلها مع بعض، وهبتدي بقى احط الدقيق اللي خلط عليه البيكنج باودر ونص معلقة الملح، وهقلب كويس جدا. بحط الدقيق شوية شوية لغاية اما يختفي، وبعدين ارجع احط جزء تاني زي ما حضراتكم شايفين كده بالظبط. لازم اتأكد ان الدقيق اختفى في المكون اللي انا حطاه، كل المكونات اللي انا حطاها. وطبعا هبقى عندي صينية، انا الصينية اللي بستخدمها صينية كبيرة مش صغيرة. الصينية دي مستطيلة، مقاسها 25 في 35. بدهنها زيت، وممكن تبطنيها بزيت ودقيق. هو طبعا انا المرة دي دهنتها زيت بس الافضل ان انت تدهنيها زيت ودقيق. هنقلب بقى كويس جدا لغاية اما الدقيق يختفي خالص خالص في كل المكونات السائلة اللي انا حطاها. عايزة اقول لكم نص معلقة الملح اللي بنحطها مع الكيكة بتديها طعم جميل جدا.
بقسمها بقى كده جزئين، علشان جزء هحط عليه الكاكاو والجزء التاني هيبقى ابيض زي ما حضراتكم شايفينه كده بالظبط. عندي هنا 3-4 معالق ميه، وممكن يبقى لبن، هتدوبي فيهم الكاكاو. هندوب الكاكاو كويس جدا في الميه او في لبن، علشان ما يكتلش كده واحنا بنحطه على الكيكه. هنضيفه بقى على الكيكه البيضه، نص الكيكه البيضه اللي انا قسمتها، وهقلبه كويس جدا. هجيب بقى الصينيه بتاعتي، وهنشوف بقى التركه ديت ازاي تعملي الكيكه الماربل بالشكل اللي حضراتكم شايفينه كده بالظبط. بصوا، هنحط في نص الصينيه جزء من الخليط الابيض، وبعدين في النص بالظبط، في نصه بالظبط هنحط الخليط الغامق اللي هو بالشوكولاته، وهنفضل نعمل الحركه دي زي ما حضراتكم شايفين كده. كل ما هنزل جزء من الكيكه هنزلها في النص بالظبط، هي بقى هتفرش معاكي وهتبقى بالشكل ده، وهتديكي الشكل الجميل اللي حضراتكم شفتوه كده معايا بالظبط. الطريقه دي سهله، وهتديكي شكل حلو قوي 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 للكيك. هنحاول بقى نوزعها كده في الصينيه بالطريقه اللي حضراتكم شايفينها كده بالظبط، علشان تبقى كلها متساويه، وهندخلها الفرن. هتقعد بالظبط نص ساعه و5 دقايق، وتختبريها كده في النص بخله او شوكه او طرف السكينه عشان تعرفي انها استوت ولا لا. هنقطعها بقى بالشكل دوت عشان يبقى شكلها حلو. هناخد كده الصينيه من اولها لاخرها بالنص، وبعد كده نقطعها شرايح متوسطه السمك. وطبعا ما تقطعهاش غير لما تبرد علشان ما تتفرفتش منك. بصوا شكلها تحفه، وطعمها في منتهى الروعه والجمال. اتمنى انكم تجربوها وتقولوا لي رايكم. انا بفرح قوي بتعليقاتكم. بصوا هشه ولذيذه جدا، وشكلها كمان تحفه. بصوا شكلها رائع.
هشة جدا وفي منتهى الروعة والجمال، وبألف هنا وشفا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناة. سلام عليكم.